صلت عليك يا النبي محمد صلى الله عليك النبي محمد. السلام عليكم، نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. نشارك معكم رغيفات او مسيمنات صغار بالورقه بدون عجين، ساهلين وبسرعه كيوجدوا. بسم الله. ناخذ المقادير. اولا خديت مقلاة وضعت فيها نصف كاس زيت الزيتون، شويه ديال الثومه وجوج بصلات، شلفتهم شحرتهم على نار مهيله حتى كتنزل البصله، وضفت اللحم المفروم القياس على حساب الاسره ديالكم. شحرت البصله جيدا، ضفت اللحم المفروم شحرته، وضفت الفلفله حمراء وفلفله خضراء قطعتهم مربعات شحرتهم جيدا، وضفت الزعتر والزعتره والملحه ونخليهم جانبا. هنايا في اناء وضعت 3 ديال البيضات كبار، وعندي هنا كاس ديال الحليب، الكيسان ديال الشاي، نصف كاس زيت، وغادي نضيفو حتى الملحه. بسم الله. هنا 3 ديال البيضات في الاناء وكاس ديال الحليب، نصف كاس زيت. ممكن تضيفوا شويه ديال زيت الزيتون، تخلطوا ما بين المائده وزيت الزيتون كتجي لذيذه. ضفت هنا الملحه. هذا الخليط خصو يجي القياس في الملحه. كنخلط، ضروري تنسموا هذا الخليط. كنأكد نتوما على حساب كتوضعوا التوابل اللي حبيتو. انا غادي نضيف غير الزعتره والزعتر. هنايا قسمت الخليط، النصف ضفت له الشعريه والزعتره والزعتر والزيتون، والنصف خليته هكذاك على حسب افراد الاسره شنو كيحبوا. غادي نخلط حتى كتندمج الشعريه مع الخليط، خليته جانبا. خديت الورقه. هاد الفطائر كيجيو بهاد الورقه رائعين، كانكم كتاكلوا المسمن المغربي. كندهن الورقه كما كتلاحظوا في الصوره. كنوضع شويه من الخليط. الا بغيتوهم يجيوكم نيشان بحال المسمن، رشوا شويه ديال السميده. بعض المرات كنعملها انا، كندير شويه ديال السميده، كيجيو كانكم كتاكلوا المسمن. كتقلبوا كما كتشوفوا في الصوره، وكنوضع هاد الجنب هنايا الفوق، والجنب الاخر غادي نقلب وكنوضعوا الجهه الاخرى. غادي نستمر حتى نكمل كامل. كنبقاو ندهنوا ما بين كل طيه. هنايا وقف ليا الكاميرا، سمحوا لي. هاني استمريت كملت كامل، الطريقه واضحه. خديت هنا بلانشا، ممكن تاخذوا غير المقلاة، توضعوا الزيت، وكنوضع هنايا المسيمنات او الفطائر. كنطيبوهم على نار مهيله، كنأكد باش كيطيبوا كيجيو مقرمشين. كنوضع شويه ديال الزيت فوق بلانشا، كنسخنها مزيان. مي كنوضعهم كنقصوا الحراره، وكندهنوا هاد الوجه، عاد كنقلبوهم. كنقلبوهم، كتكون الحراره ناقصه كما كتلاحظوا. غادي نخليهم يطيبوا واحد الوجه، وغادي ندهنهم هنايا بالزيت ونقلبوهم. كتشوفوا كيجيو رائعين، كاننا صايبناهم بالعجينه ديال المسمن. خصوصا كما قلت لكم الا عملتوا شويه ديال السميده وكتنكهوا البيض. كنأكد الا ما نكهتوش البيض بالمنسمات اللي كتحبوا نتوما كيجي فيه الرائحه ديال البيض. كنأكد ضروري تنسموا البيض. انا غادي نستمر حتى نكمل. بالنسبه كنت وضعتهم اولا في الصحن، لكن بالاحسن وضعوهم على شبكه. الا بغيتوهم مقرمشين كتوجدوا كامل، كتوضعوهم في الصينيه، كتغطيهم بالبلاستيك حتى كيقرب الفطور. عاد كتبديو طيبوهم على نار مهيله، وكتوضعوهم فوق شبكه باش كيبقاو مقرمشين، وكتقدموهم دافئين للعائله بالصحه والراحه. قسمت لكم هنايا 2 قطعات، كتشوفوا كيطيبوا لداخل وكيجيو رائعين، كيجيو مقرمشين كانكم كتاكلوا المسمن. نتمنى ان شاء الله تجربوهم، سريعين. ممكن توجدوا الحشو، النساء اللي كيعملوا توجدوا الحشو توضعوه في الثلاجه. ملي كتجيو من العمل كطيبوهم وكتقدموهم بالصحه والراحه. نتمنى ان شاء الله تجربوهم. شكرا على المشاهده، في امان الله. صلت عليك يا النبي محمد صلى الله عليك النبي محمد. صلت عليك يا النبي محمد صلى الله عليك النبي محمد.